إذا رأيت رجلا سعوديا يغطي وجهه في الشارع فاعلم أنه قد يكون من بين المئات من الرجال الذين يتعرضون للعنف الأسري ويتلقون الضرب واللكمات من قبل زوجاتهم، حيث كشفت التقارير والدراسات عن ارتفاع نسبة الأزواج المعنفين في المملكة بشكل كبير، وتجاوزت النسبة 5%. مركز واعي للاستشارات الاجتماعية أكد أنه تلقى في يوم واحد 6 شكاوي من رجال سعوديين تعرضوا للضرب على يد زوجاتهم، وتكتم الرجال عن تلك الأفعال خشية الحرج. وقد نقلت صحيفة محلية عن الشيخ عادل مطوع المشرف على مركز واعي أن المركز تلقى أكثر من 557 ألف شكوى في الفترة الماضية تؤكد ضرب الزوجات السعوديات لأزواجهن، موضحا تقديم مركزه خدمات مجانية في مختلف المجالات النفسية والاجتماعية والتربوية لما يقرب من 64 ألف حالة. ويؤكد أخصائيون نفسيون واجتماعيون أن اعتداء الزوجة على الزوج له أسباب وجذور موجودة في جميع المجتمعات، ولكنها تقل وتكثر من دولة إلى أخرى، ويزداد اعتداء الزوجة نتيجة تحكمها بالمال والإنفاق على المنزل، والذي يساعد على إضعاف شخصية الرجل وعدم قدرته وسيطرته على إدارة شؤون الأسرة، ويولد جرأة لدى الزوجة للإقبال على ضربه. كما أن رفض الرجل توصيل زوجته إلى السوق قد يزيد من حالة العداء ويوقظ غضب الزوجة، فحذاري من أن تفقد زوجتك أعصابها، وكن مطيعا. عبد حليم، شبكة إرم الإخبارية.